اهلا بيكم كل متابعي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. فيديو جديد، ازاي نتعامل مع الاطفال في المواقف المحرجة. تعالوا نشوف كده موقف موقف ونحلله. طفل راح مدينة الملاهي، مدينة الالعاب، وفي وقت المروح مش عايز يروح، عياط، صريخ، دبدبة على الارض، مش عايز امشي. في طريقة تقول يلا بينا، انت ما زهقتش، انت ما تعبتش، انا تعبت، يلا بينا نروح، مش كفاية ان انا خرجتك النهاردة؟ دي في تانية واعية تقول ايه؟ تمسك طفلها، تحطه قدامها، تنزل على رجليها وتقول له انا عارفة ان المكان هنا جميل وان احنا مبسوطين بيه وانا نفسي مبسوطة بيه، بس في ميعاد نروح فيه، وانا اوعدك في عيد ميلادك الاسبوع الجاي مثلا، او اوعدك ان الجمعة الجاية مثلا هجيبك هنا تاني، بس دلوقتي حبيبي ميعاد المروح، مش انا سمعت كلامك وجينا، تسمع كلامي ونروح، زي ما هسمع كلامك زي ما تسمع كلامي. دي طريقة ودي طريقة. بس الطريقة التانية، واعية بتحافظ على مشاعر ابنها وبتبني ثقته بنفسه، بتخلق قناة للحوار ما بينها وما بين ابنها. تعالوا نشوف موقف تاني. ابن راح عند جيران وعجبته لعبة من هناك وعايز يروح بيها. في طريقة، في ترد تقول هو انت حرامي، هو احنا محتاجين ايه اللي انت بتعمله ده؟ لكن في طريقة تانية تقول له بص بقى، انت خدت اللعبة دي ليه؟ عشان شكلها حلو وانت بتحبها، بس اللعبة دي مش بتاعتنا، اللعبة دي لازم ترجع لصاحبها، احنا اتفرجنا عليها، استأذناه، لعبنا بيها شوية، خلاص بقى نرجعها لصاحبها ونقول له اتفضل، ولما في عيد ميلادك او لما النتيجة تطلع وانت شاطر هجيب لك لعبة زيها بالظبط، او لما تخلص الكتاب الفلاني، او اي وعد وتكوني صادقة فيه، هاخدك من ايدك ونروح المكتبة واجيب لك اللعبة اللي انت عاوزها. دي طريقة برضو. طفل ساعة النوم بيخاف ينام لوحده، تيجي تقول له هو انت خواف؟ ما تنام، ايه المشكلة يعني؟ لكن في تانية تقول له تعالى، انت خايف من ايه؟ مش عايز تنام لوحدك ليه؟ قول لها بص يا ماما، انا خايف من العفريت. تقول له هو فين العفريت ده؟ تعالى ندور عليه سوا. وتبتدي تدور تحت السرير، فوق الدولاب، هنا. تقول له انا مش شايفه العفريت، هو فين؟ هو راح فين؟ مفيش عفريت يا حبيبي ولا حاجه، تخافش، انت هتنام بالراحه، طبعا هنصلي وهننام. وتقول له انا جنبك في الاوضه اللي جنبك، لو عوزت اي حاجه تعالى خبط عليا، ببساطه. في طفل وهو بيلعب بيبقى متحمس جدا، وتلاقيه بقى بينفعل مع الألعاب بتاعته، صويت، صريخ، تعليقات بصوت عالي. فأنا ممكن أقول له بطريقة ما توطي صوتك، هو أنت قاعد في الشارع؟ دي طريقة سيئة نرفضها. الطريقة الصح نقول له إيه؟ أنا عارفة إن أنت فرحان باللعبة ومتحمس جدا، بس لو سمحت وطي صوتك وأنت بتلعب، لو سمحت وطي صوتك وأنت بتتكلم بهدوء، عشان حوالينا جيران ما ينفعش يسمعوا صوتنا. خلي بالك، كل كلمة بتقوليها بتفرق في نفسية طفلك، وبتتبني في الذاكرة، وبتتحفر في قلبه وفي تركيزه وفي ذاكرته، ويفضل فاكرها لك. هيبقى فاكر ماما الديكتاتورية اللي بتصوت وبتزعق وبتشتم، ولا تحب يبقى فاكر لك ماما الطيبة الحلوة اللي عندها حزم مع حنو، الشاطرة اللي بتعرف ازاي تربي؟ يا رب اكون افدتكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير، خلي المعلومة توصل لغيرك، ما حدش عارف مين يحتاج المعلومة دي. ونلتقي بخير في الفيديو الجاي، مع السلامة.